السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هخزن معاكم البسلة بالجزر بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بس تابعي معايا الفيديو للآخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله. أنا هنا جبت البسلة، هات الكمية اللي انت عايزاها، فصصتها وغسلتها. أهم حاجة تنشفيها بالمية جدا جدا، يعني ما تخليش فيها مية خالص، لأن لو حطيتي فيها مية هتلاقيها بعد كده عملت معاكي حتت من التلج كده، وتيجي تسويها هتلاقيها ناشفة معاكي وما استوتش خالص. فأهم حاجة فرشيها على فوطة كده ناشفة، وحطيها تحت المروحة وسيبيها لغاية ما تنشف معاكي خالص. وبعد كده نعبيها في الأكياس كده اهو. هقولك على طريقة سهلة جدا ان انت تقفلي بيها الكيس وتخليه مفرود كده، ما ياخدش معاكي مكان خالص في الفريزر. اهو جبت ورقة فويل وسخنت دي معلقة قديمة معايا، سخنتها وامشي بظهر المعلقة كده على الكيس. هتلاقي الكيس قفل معاكي. ممكن يا تعملي بالمعلقة يا بالمكوة، بس دي اسهل حاجة هتعملي بيها يعني. هنا هتني الحرف، بس لقيت الحرف رقيق هتني تانية تاني كده وامشي عليه برضو بالمعلقة. فانت تني من الاول تانية كده، يعني ماشي على السريع كده بالمعلقة اهو. هتلاقيه قفل معاكي على طول، وهتحطيه بالطريقة دي بالشكل ده كده في الفريزر، مش هياخد معاكي اي مكان خالص. شوفوا الكيس قفل معايا كويس جدا ومفيهوش اي هوا ومفيش اي حاجة وقعت منه. عملوا معايا 3 اكياس. انتي حطي الكمية اللي انتي هتحتاجيها على قد الطبخة. هتنفع معاكي في اي وقت، في شوربة خضار، في طبيخ. طبعا انا بحط الكمية اللي انا عايزاها، لان لما باجي اطبخها بزود عليها شوية من البطاطس. وياريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغاية هنا ما تنسيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. هنا عملت معايا الكمية كلها اهي. ناخدها بقى على الفريزر على طول. تيجي تطلع